البشكوت والعيد اللي ما ياخده حتى دار تونسية. الريحة تبدا فيه وحق الراس الزنقة واللطبقة ماشية جاية على الكوشة. باش نعمل كونتيتي صغيرة خذيت بيضتين عليهم 150 سكر بودر وواحدة سكر فانين خلطو مليح، ونزيدو 200 مليلتر ما بين زيت زيتونة وزيت نباتي، تنجمو تعملو جوست زيت نباتي. زيت 100 غرام ما بين البيستاش والبفريوة محمرة ومرحية، مغرفة صغيرة متاع زيت أورانج، وخلطت كل شيء مع بعضه. بالنسبة للفارينة الكل في الكل 420 غرام طلعت الفارينة تشرب واحدة خميرة متاع جاتو. نلمو العجينة متاعنا اللي نتحصلوا على عجينة طرية كيف من هكا. باش نبداو نخدموا البشكوتو متاعنا بالماكينه. انا هوني شريت ماكينه مانويل اللي تستحق لها هوني في المانيا، تكتبوا لي اتو نحطها لكم في ستوري. سينو تنجموا تخدموا بماكينه البشكوتو العاديه. نشكلوا الكعيبات متاعنا كسوسوا هكايا اسوابع والا مدورين، ندخلوهم الفور يكون قبل مسخن على 160 جراد، ما نفوتوش 20 دقيقه في التيب. وهكا الكعيبات متاعي طابوا وحضروا، وما نحكي لكمش عليك الريحه قديش ما شاء الله في حد في الدار. اسمعوا لي هيك تكرميشه وتوا من بقالي كيفاش نقول لكم شيء طيبه.